ده دلوقتي أكبر تهديد للسياسة الأمريكية. وابتدت كمجموعة صغيرة من الناس اللي شكلهم مجانين تماما، لكنهم بنوا بشكل منهجي طريقة للسيطرة على السياسة الأمريكية. هم بيكسبوا وعندهم أفكار مجنونة، وبالذات هم عايزين يوقعوا الأمريكان. واحنا النهاردة بنتكلم عن الDSA، ولو لسه مش عارفهم هتعرفهم قريب، لأنهم فعلا بيخطفوا السياسة الأمريكية، وده شيء مرعب بشكل لا يصدق. يعني اسمع بس لبعض ممثليهم. إحنا عندنا مسؤولية فريدة إننا نتصرف من قلب الإمبراطورية، من بطن الوحش. أهم حاجة نقدر نعملها هي إننا نهدم الإمبراطورية دي من جوا. دورنا في النهاية هو إننا نسهل فشل إمبراطوريتنا بأي طريقة نقدر عليها، وفي الآخر نطيح بإمبراطوريتنا إحنا. الإمبريالية اللي هي الإمبريالية الأمريكية مش حاجة ممكن تتصلح أو تتعدل، لازم تتشال بثورة ونضال فوري. ولازم نبني حركة جماهيرية تقدر تستخدم قوة العمال علشان توقف الإمبريالية الأمريكية هنا في الإمبراطورية الأمريكية. تمام، ده فيديو من كانري ميشن. والناس دول في الأساس بيقولوا إنهم عايزين يوقعوا أمريكا عن طريق الدخول لجوف الوحش وتدمير الإمبراطورية من جوه. دلوقتي ممكن تكون بتبص على الناس الغريبة دي وبتسأل نفسك، طيب مين دول؟ وإحنا ليه نهتم بيهم أصلا؟ لا 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 لا، الناس دي بقت فعلا ليهم شرعية، وعندهم خطة مدروسة جدا عن إزاي يعملوا كده. يعني اسمع بس رئيسة المشاركة في DSA وشوفي هي بتقول إيه. إحنا بنترشح كديمقراطيين، إحنا نازلين تحت اسم الحزب الديمقراطي في بطاقة الاقتراع، وبندخل الانتخابات التمهيدية، ولما يكونوا في المجلس التشريعي بيبقوا جزء من الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي. بس إحنا مش متفقين مع الطريقة اللي قيادات الحزب الديمقراطي بتنظم أو بتدير بيها جهاز الحزب بتاعه، وعشان كده بنحاول نبني الاستقلالية عن طريق التركيز على حركة يقودها المتطوعين. إحنا بنعتقد إن كل واحد لازم يكون عنده فرصة يتدرب ويبقى شخص يقدر يشارك في العملية السياسية. لو ما فهمتش هو قال إيه دلوقتي، هو بيقول لا لا لا، إحنا مش متفقين مع الديمقراطيين خالص، إحنا أبعد بكتير ناحية اليسار عنهم، بس لازم نلاقي طريقة نوصل بيها للسلطة. فعشان كده إحنا بننضم لقوائمهم الانتخابية، وبنأمل إن الناس تصوت لنا وندخل الانتخابات ونكسب. هما كده فعلا. إحنا متعودين نشوف ده مع الإسلاميين، بس إننا نشوف الاشتراكيين الشيوعيين المتطرفين المجانين دول بيقولوا الكلام ده بصوت عالي، ده معناه إنهم ما بقوش خايفين، ده معناه إنهم بقالهم سنين بينفذوا الخطة اللي كانوا بيخططوا ليها من الأول. أبقى ساكت، انضم، بس ما بانش مرتبط بيهم قوي، لكن دلوقتي هم بيعترفوا علنا إنهم عايزين يسيطروا ويستولوا على الحزب الديمقراطي. وكلنا اللي كنا قاعدين بنتساءل، أنا مش فاهمة بصراحة ليه اليسار بقى متطرف كده؟ واضح إن DSA ممكن يكون ورا الموضوع ده، بس يا ترى DSA بيؤمنوا بإيه فعلا؟ يا جماعة الموضوع مش كده، تعبت من القعدة لوحدي، مش هتتفاجئوا لما تسمعوا الكلام ده. عندنا منصة جديدة هنقراها مع بعض دلوقتي، بس عايزاكم تسمعوا نيت فريدمان اللي راح يعمل مقابلة مع بعض الناس دول. يعني أنا عارف إني شفت إحصائية هتدهشكم، أكتر من نص الشباب الأمريكان دلوقتي بيفضلوا الاشتراكية على الرأسمالية. فلو تقدر تبص للكاميرا وتدي عرض إقناعي سريع في 30 ثانية عن ليه الاشتراكية أحسن من الرأسمالية. هي مش كده صح؟ أنت زهقت من القعدة لوحدك ومفيش حد تتكلم معاه؟ بالنسبة للاشتراكية الموضوع كله عن روح الجماعة. الموضوع حرفيا انك تقعد وتشرب قهوه مع ناس غريبه وتتكلم معاهم، تتكلم عن الماتش. والله انا حضنت ناس غريبه كتير الصيف اللي فات بسبب ماتشات نكس وبسبب كاس العالم، عشان الاشتراكيه شغاله. دي تجمعات المشاهده اللي زوران نظمها. الموضوع عن الحفلات اللي بنسمح بيها. ما عندناش شرطه مسيطرين على كل مكان وبيقولوا ما ينفعش تكون هنا عشان في ناس كتير، بدل ما نسمح للناس يكونوا على طبيعتهم ويتكلموا مع بعض بشكل طبيعي يا صاحبي، ويتقربوا لبعض في الحاجات اللي بنحبها وبنشاركها. وده معنى الاشتراكيه، مش كلمه تخوف ومش انا اللي هاخد بيتك. الموضوع اني اضمن ان بيتك يفضل في ايدك ومفيش مليونير ياخده منك، بس كده. ده مش بالظبط معنى الاشتراكيه. لا، ده فعلا مش معنى الاشتراكية خالص، بس دي عبقرية جمعية الاشتراكيين الديمقراطيين. هما بياخدوا ناس ساذجة وغبية ومش متعلمة وبيسوقوا واحدة من أخطر الأيديولوجيات في التاريخ على إنها أنت وحيد؟ تعالى صاحبنا. كأنهم دوروا وقالوا الشباب بيعانوا من إيه؟ الوحدة. طيب يلا
ناخد نظرياتنا المجنونة عن إزاي نعيش في العالم ده ونعيد صياغتها ونقدمها على إنها حل للوحدة. ولما نيجي نشرح بسرعة يعني إيه اشتراكية، بنقول تعالى تقدر تقعد مع أصحابك. ده خطر لأنه عبقري. ودلوقتي ايه رايك في مام دوني؟ هي اللي عندها الموضوع. اظن انه يوم كويس جدا لموم دوني. DSA بقوا 3. في وقت دوني انه يكون عايش وبخير. DSA قدروا يخلوا 3 من المرشحين الاشتراكيين للكونغرس يكسبوا الانتخابات التمهيدية، فلازم تسمع الكلام ده. ممكن تفهم ليه الكلام ده شكله مغري. العرض بسيط، أنا حمنع الإيجار بتاعك من إنه يزيد، أنا هحميك من الملاك الطماعين وهخليك تفضل في بيتك. وبرغم كده في عهد مومدوني الاشتراكية الإيجار المتوسط في نيويورك وصل لأعلى مستوى في تاريخه، تقريباً $5,300 في الشهر. كده الموضوع بيحصل. أول حاجة مومدوني جمدت الإيجار لحوالي 1,000,000 شقة. ده معناه إن المالك ممنوع قانوناً يزود الأسعار حتى لو في تصليحات أو ضرائب أعلى، فبعض الملاك مش بيقدروا يصرفوا على صيانة الشقة. بعد كده يجي آخر خطوة، الحكومة بتتولى السيطرة وبتسمي ده إسكان اجتماعي. بس ده معناه ببساطة إن الدولة بتستغل الأزمة اللي هي ساعدت في صنعها كحجة علشان تاخد الملكية الخاصة من صاحبها. أهم حاجة إنه في عرضه، مش محتاج أي حقائق تثبت إن الاشتراكية أحسن، وده مفيد لأن عمرها ما نجحت. يعني الموضوع مرعب. تعبان من ايه؟ بتفكر فيه مام دوني؟ اظن ان النهارده يوم كويس بالنسبه لي. أنت شايفها دلوقتي أكتر حزب اشتراكي ولا الحزب الديمقراطي؟ هو الحزب الديمقراطي، يعني انا شخصيا ميولي اكتر ناحيه اليسار في DSA، بس احنا في الاساس حزب ديمقراطي اشتراكي، احنا جزء من الحزب. شايف كده؟ إحنا حزب ديمقراطي اشتراكي، إحنا بس بنحاول نسيطر على الحزب الديمقراطي. دلوقتي مش بس الناس اللي ميولهم يمينية أكتر هم اللي بقوا متضايقين جدا 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 من تصرفات DSA، بجانب إنهم بشكل علني وصريح مش بس بيكذبوا عن اللي بيؤمنوا به وبيضمروا عناصر وبيكسبوا. الناس اللي على اليسار حاسين إن حركتهم اتخطفت، لأن لو أنت مش يساري متطرف راديكالي الأيديولوجية دي مش هتنفعك خالص. وفان جونز دلوقتي فعلا في المقدمة وبيتكلم عن الموضوع ده. عارف، شفت؟ عشان نهدي الشحنة دي هدفنا هو الجنون التام. اسمع الكلام ده. نفسي اشوف حركة شبابية بتعمل اللي بتعمله مع الترامبية. هو لسه منزل فيديو جديد بيتكلم فيه عن إنه مش مرتاح مع DSA. هنقراه بسرعة كده. أنا تعبت من إني أتحط في موقف إني لازم أعلن ولائي لأفكار مجنونة عشان أبقى تقدمي. أنا ديمقراطي قوي ولي سجل ناجح في بوسطن. أنا متأصلة في المبادئ والسياسات التقدمية زي إصلاح العدالة الجنائية والصفقة الخضراء الجديدة وهكذا. دي أفكار أنا بحارب عشانها طول حياتي وأنا شخص بالغ. بس في ناس في مجموعات زي DSA بيدفعوا بأجندة بعيدة جدا عن المبادئ دي. دعمهم للإرهاب مش تقدمي. حماس لا شرطة لا مساجين لا حدود، ده مش تقدمي. الاحتفال بقتل المدنيين مش تقدمي. الأفكار دي رجعية. لو ما كانش فيه شرطة ولا سجون، ولو أي حد في منطقتك يقدر يعمل اللي هو عايزه والسياسيين بيشجعوا الجماعات الإرهابية، هل ده هيكون تقدم بالنسبة لك؟ لا، ده هيكون خطوة لورا. دي أفكار رجعية. من ناحية تانية، لو أي حد يقدر يشوف دكتور قبل ما يمرض وياخد تعليم مجاني كويس ويتنفس هوا نظيف، هل الحاجات دي تعتبر تقدم؟ أيوة، دي أفكار تقدمية. هما مش نفس الحاجة والفرق بينهم مهم. فهو عمل فيديو كامل بيتكلم فيه عن الفرق بين DSA وبين اللي الديمقراطيين فعلا بيؤمنوا بيه. واسمع ده. التليفون ده بيرن طول اليوم. المحافظين من الحزبين وأعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين وديمقراطيين في مجلس النواب بيتصلوا وبيشكروني إني قلت اللي كل الناس بتقوله ورا الكواليس، وهو إن الحاجات دي بقت زيادة عن اللزوم. أنا ديمقراطي تقدمي، عايز تتكلم عن إصلاح السجون؟ أنا عملت ده زي أي حد، ديمقراطيين وجمهوريين في الجنوب مع ترامب. أنا عملت إصلاح للسجون، عمري ما قلت ما يبقاش فيه سجون. هتحط الكلان فين؟ بس أنا مش من أكبر معجبين فان جونز على المستوى الشخصي، مع إني شايفة أن عنده بعض الأفكار صح جدا، بس في أفكار تانية غلط. بس الحقيقة إن الناس اللي على اليسار بدأوا دلوقتي يدركوا إن DSA فعلا بيستولوا على مجموعتهم. بصي، ده مش مبالغة حتى، ده فعلا اللي هما بيقولوه بشكل صريح، بيقولوه بشكل واضح. اسمعي فان جونز.
أنا كنت مستني طول حياتي أشوف حركة شبابية بتعمل اللي بتعمله دلوقتي، بس للأسف ناس دخلوا فيها بأفكار مجنونة زي دعم الإرهابيين، وأفكار غريبة زي إننا مش محتاجين شرطة ولا سجون. إحنا مش قادرين نرحل أي حد حتى لو اغتصب حد. مين اللي قال كده؟ شيفاليه. لو إحنا مش قادرين نفرق بين الصح والغلط، لو مش قادرين نفرق بين الكويس والوحش، لو مش قادرين نفصل الأفكار التقدمية عن الأفكار الرجعية، بالنسبة لترامبيا احنا ماشيين في نفس الطريق اللي خلى الحزب الجمهوري يبقى هيكل فارغ ما بقاش يشبه نفسه، وانا برفض ان ده يحصل لهم. والمشكلة التانية، بصوا اسمعوني يا جماعة، دي مش مشكلة صغيرة أو محدودة خلاص. عندكم ناس زي كده، يعني هدفنا هو التحرر. الناس اللي بيروجوا للأفكار المجنونة دي، مامدوني اللي كانت جزء من DSA، ناس حقيقيين ليهم تأثير حقيقي، ودلوقتي بيروجوا للأفكار المتطرفة والمجنونة دي، وهم متطرفين ومجانين لدرجة إنه حتى الناس اللي على اليسار بدأوا يحسوا إنهم مش مرتاحين مع الكلام ده. هدفنا هو الشيوعية، يعني هدفنا هو التحرر، هدفنا هو الشيوعية، يعني هدفنا هو التحرر، هدفنا هو الشيوعية. هم حتى ما بقوش بيخبوا ده خلاص. ده واحد من أكبر قادتهم، ديف جينكنز، هدفنا هو الشيوعية. وطبعا عندك كمان إدانة من اليمين مع ناس زي JD فانس اللي بيقولوا إن في حاجة هنا مش صح. أنا في حاجة مش فاهمها بخصوص الاشتراكيين الديمقراطيين في أمريكا، وواضح إني مختلف مع كتير من أفكارهم، بس لو رجعت لسيزار تشافيز، واحد من المؤسسين الأصليين لحركة حقوق العمال في أمريكا، ماشي، هو كان متشدد جدا في موضوع تقييد الهجرة، لأنه كان شايف إن أصحاب العمل هيجيبوا مهاجرين بأجور قليلة علشان ينافسوا العمال بتوعه، وده هيخلي أجورهم تقل. ومع ذلك منظمة DSA اللي بتقول إنها مهتمة بأجور العمال حرفياً منظمة بتدعم الحدود المفتوحة. فعشان كده أنا ميال أصدق إن كل ده كلام فاضي، وإنهم في الحقيقة بينفذوا سياسات بتخدم الشركات الكبيرة. أنا عارف إني شفت إحصائيات، أعرف أكتر بكتير عن هم عايزين يدمروا الطبقة المتوسطة. إحنا قلنا إننا هنقرأ شوية من الحاجات اللي هم بيؤمنوا بيها. اسمع دي بس. ماشي، أنا لسه قريت منصة DSA الجديدة، الكلام ده من براد بالومبو. ده أكتر حاجة طوبوية وديستوبية ومختلة ومجنونة قريتها في حياتي. بتشمل إنه مفيش فواتير لأي حد، والأكل والسكن والدواء والمواصلات كلها هتبقى تحت إدارة الحكومة، وكمان تأميم كل الشركات الكبيرة والصناعات الأساسية التانية. يا جماعة، لو عمركم تعاملتوا مع حاجة الحكومة مسؤولة عنها، أكيد عارفين الجنون بتاع البيروقراطية دي. تتخيلوا لو أكلكم بقى معتمد على الحكومة؟ يعني أكلك لو عايز تاكل لازم الحكومة تنظم مين ياخد الأكل وإزاي هيوصلوا له ومين يستحقه ومين لأ. ده جنان. هم عايزين يكتبوا دستور جديد، وعايزين يوقفوا تمويل وزارة الحرب. هم عايزين تعويضات عن العبودية، وعايزين إجهاض مجاني غير محدود، ورعاية تأكيد الهوية الجندرية للجميع حتى القصر. يخلوا دافعي الضرائب يسددوا ديون الطلاب للجميع، ويمولوا تعليم عالي مجاني وغير محدود للجميع، وياخدوا خطوات لإلغاء الشرطة والسجون بالكامل، ويوقفوا كل الترحيلات، ويوفروا عفو لكل المهاجرين غير الشرعيين، ويلغوا الرئاسة والمحكمة العليا ومجلس الشيوخ. غير كده خططهم واقعية وعملية، ومش ساذجة أو ثورية أو ديستوبية خالص. الفلوس دي هتيجي منين؟ ومين الناس اللي بتحكم في الفلوس دي؟ لو الحكومة دي ما عندهاش دستور ولا رئاسة ولا محكمة عليا ولا مجلس شيوخ، مين الناس اللي هيوزعوا الأكل والسكن؟ يا جماعة، الموضوع جنون وخطير، بس هم بيكسبوا شرعية عشان بيسوقوا نفسهم على أنهم بيقولوا لو أنت وحيد تعال انضم لينا. الموضوع محتاج إهدى، محتاج إهدى من ناحية اليسار، ومحتاج إهدى من ناحية اليمين. ومش هيستغرب الناس اللي بيسمعوا الاعتراضات إن الإسلاميين بيحاولوا يركبوا موجة DSA بأسرع ما يمكن ويساعدوهم يكبروا، لأنهم فاهمين إنه بالأفكار المجنونة دي ممكن يدخلوا ويستولوا على الحزب الديمقراطي ويخلوه بطخهم. التهديد هنا حقيقي وجدي، ولازم الناس يبدأوا ياخدوه على محمل الجد فعلا. شكرا لاهتمامكم بالموضوع ده.